دخل الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله أكو عندي قضية أطرحها عليك، خايف منها شوية، أكو عندي قضية خايف منها أطرحها عليك. الإمام الصادق قال له شنو؟ قال له يا ابن رسول الله طلبت من الله مالا فأعطاني مالا. باوعد طلبت من الله فلوس أعطاني فلوس، أبواب الرزق انفتحت لي. فطلبت منه ولدا فأعطاني ولدا. ولد ما كان عندي، طلبت منه صار عندي ولد. فطلبت منه دارا فأعطاني دارا، بيت ما كان عندي. هسه قلت دنيك الله استجابن، هاي خلت طلبته الله أعطاني دار صار عندي بيت. يا ابن رسول الله الله استدرجني، هذا استدراج، أنا خايف. أكو بعض الناس من يحصل مثلا أولاد أو يحصل أموال يقول أنا لو ما قريب من الله الله ما ينطيني هاي الفلوس، بس أنا فوق الناس ولهذا شنو أطلب من الله هم ينطيني. من يقول؟ يجوز الله مستدرجك. من يقول؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. بعض الأحيان نملي لهم ايش يردون ننطيهم؟ ليزدادوا إثما. قال له يا ابن رسول الله طلبت من الله مالا فأعطاني مالا، طلبت منه ولدا فأعطاني، طلبت منه دارا فأعطاني. الله مستدرجني أو شنو؟ شو أنا شوفوا هذا مرتب. أكو بعض الناس الله من يعطيه يفهم غلط. ايش قال له إمامنا الصادق؟ قال له ما دامك تحمد الله على نعمه فلا يعني أنت شنو؟ أنت مو مستدرج، بس هو الله تعالى يعطيك لأنك مؤمن، ليتق الله يجعل له مخرجا. الله قاعد يعطيك، هذا مو استدراج. ما دامك تحمد الله وتقول هاي النعم من الله، وهاي النعم ما تخليك تقع بالبطر والتكبر والألهاكم التكاثر، ما تقع بألهاكم الإلهاء. أنت مؤمن، هذا النعم اللي يعطيك إياها مو استدراج. فلا اطمئن واشكر الله على النعم اللي يعطيك إياها.